السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. أول رد مغربي على عرض الجزائر للمساعدة في تجاوز آثار الزلزال. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. ردت المملكة المغربية اليوم الاثنين على العرض الذي قدمته الجزائر من أجل مساعدة الشعب المغربي في تجاوز آثار الزلزال. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في تصريحات صحفية: نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع الوزارة الخارجية. وأعلنت الجزائر أمس الأحد استعدادها لوضع مخطط طارئ من أجل مساعدة الشعب المغربي في تجاوز آثار الزلزال المدمر. وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية إنه في إطار المساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة. وتتمثل المساعدات في فرق تدخل الحماية المدنية متكونة من 80 عون متخصصا، يتضمن فريقا سينو تقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض. إلى جانب ذلك تعتزم الجزائر إرسال فريق بحث وإغاثة وفريق طبي، وكذا إرسال مساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة. يذكر أن المغرب استجاب ل4 عروض مساعدات إغاثية قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية. وقالت الوزارة في بيان لها: استجاب السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة كإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من الفرق البحث والإنقاذ. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.